أهلا وسهلا بيكم. يا ترى الفراعنة بنوا الأهرامات ليه؟ السبب غريب جدا لما نعرف إن الأهرامات دي أصلا اتبنت علشان تكون مقابر للملوك. طب ليه بنوها بالشكل ده؟ لأن المصري القديم اعتقد إن الإنسان بعد ما هيتوفى هيعيش وهيصحى مرة تانية وهيعيش حياة أبدية، ودي عقيدة البعث والخلود. فاعتقادا منهم بذلك فبنوا الأهرامات بطريقة صامدة، مبنية من الأحجار علشان تصمد ضد الزمن. وكمان جوه المقبرة دي كانوا بيحطوا فيها كل متعلقات المتوفي، زي مثلا الأكل اللي بيحبه، الملابس الخاصة بيه، أدواته الخاصة بيه، اعتقادا لأن هو هيصحى مرة تانية وهيعيش الحياة الأبدية اللي هو بيتمناها. علشان كده بنوا الأهرامات بالشكل العظيم اللي احنا شايفينه دلوقتي، واللي هي صامدة حتى هذه اللحظة. عرفنا بقى الأهرامات كانت مبنية علشان تكون مقابر، واحنا دلوقتي بناخدها كمزار سياحي. بتمنى لكم السعادة.